تخيل تكون نايم وفي عز نومك حد يصحيك ويزعق في وشك ويبص في عينك ويقولك اصحى انت لسه قاتل واحد. مشهد غريب صح؟ لكن ده بالظبط اللي حصل للبنت اللي قدامكم دي. البنت دي عندها 27 سنة من كاليفورنيا، وكانت مرتبطة بشاب بقالها كام اسبوع. وفي يوم من الايام سنة 2018 الشاب ده يطلب منها ان هي تجيله البيت عشان يتغدوا سوا، وبعدها طلب منها ان هم يتعاطوا مواد ممنوعة، وما كانش يعرف ان القرار ده هيغير حياته للابد. بعد ما اخدوا المواد ديت البنت دخلت في حالة نادرة بتخلي العقل مش قادر يفرق بين الواقع والخيال، كأن البنت كانت في كابوس مفتوح. وفجأة من غير سابق انذار البنت جابت سكينة وهجمت على الولد وطعنته، مش مرة ولا اتنين، لا ده اكتر من 100 طعنة، وكل ده وهي بتضحك ضحك هستيري كأنها مش في الدنيا. وبعد ما خلصت عليه بدأت تطعن نفسها في رقبتها، وده اللي سبب العلامات اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. والاغرب من كده ان هي كمان طعنت الكلب اللي كان موجود معاهم في البيت. بعدها راحت متصلة بالشرطة، ولما الشرطة وصلت للبيت لقت الدم في كل مكان، والبنت كانت لسه بتضحك بشكل مخيف، وكانت ماسكة السكينة في ايدها بقوة، وده اللي خلاهم يضطروا يضربوها على راسها ويصعقوها بالكهرباء عشان يقدروا يسيطروا عليها وياخدوا السلاح من ايدها. والبنت اتنقلت للمستشفى وعملوا لها عملية انقذت حياتها. ولما فاقت البنت كانت مصدومة، ما كانتش فاكرة اي حاجة من اللي حصل. ولما اتقدمت للمحكمة البنت قالت ان حبيبها هو اللي اجبرها تتعاطى المواد دي، وهي كانت رافضة تماما. وفي النهاية اتحكم عليها بالسجن 2 سنين بس.